ايه رأيك بقى ان احنا نعمل البصل البودر والثوم البودر من البيت وبمكونات بسيطة كده؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. بس لو وصلت معايا للفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسيش تحط لنا لايك وتعملي متابعة وتقول لنا رأيك في التعليق، علشان خاطر انا بيهمني رأيكم قوي قوي قوي. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة زي ما انتم شايفين انا مجهزة بصلتين، هبتدي ان انا اقشرهم بالطريقه دي. طبعا انا مش هعمل البصلتين كلهم، انا هعمل يعتبر بصلايه علشان هشيل البصلايه التانية محتاجاها في حاجه تاني، بس انا قلت اخرطها معاكم قدام الفيديو. في الفيديو في الفيديو زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هبتدي ان انا اقطعها وهبتدي بقى ان انا اشطفهم كده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا شطفتهم وهقطعهم بقى حلقات زي ما هوريكم كده بالظبط. اهم حاجة يكون الحلقات رقيقة خالص، ما تكونش تخينة، زي ما انتم شايفين بالطريقة الحلوة دي. طبعا انا بفضل ساكتة لحد الحتة بتاعت الفيديو اللي هي بخرط فيها دي تخلص. بس بأمانة يعني بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو يا ريت ما ينساش يعمل لي متابعة، عشان بجد انا بتعب قوي قوي في الفيديوهات دي. فما تنسوش ان انا بقى يعني بطلع لكم فيديوهات كده، مش عارفه اقول لكم يعني. يعني حاجات سهله وبسيطه خالص من البيت، ان انتي تقدري ان انتي تعمليها وما تشتريهاش من بره، وحاجات يعني تكون في بيتك، تكون يعني خير كده في بيتك، تكون حاجات كتيره اوي في بيتك، ده خير والله العظيم بيبقى خير ده. وزي ما انتم شايفين خلاص كده انا قطعتها حلقات، وهبتدي بقى ان انا ارصها في الصينيه. زي ما انتم شايفين بتكون صينية كبيرة، تجيبي اكبر صينية عندك، عشان احنا عايزينهم يكونوا متفرطين كده بعيد عن بعض، ما يكونوش فوق بعض. والخطوة دي بتبقى حلوة جدا جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين انا محتاجة الحلقات دي في اكلة تانية، فبشيلها واللي انا مش عايزاه بسيبه. طبعا يعني انت ممكن تخرطي بصلاية واحدة مش بصلتين. زي ما انت شايفة بالطريقة دي انا جبت الصينية وفردتهم كلهم، وهحطهم بقى في الفرن لمدة، يعني هما متهيألي مش هيكملوا 5 دقايق، فانت بتفضلي قاعدة قدام الفرن وتفضلي تقلبي فيهم. خلاص كده اهو انا ولعت الفرن من فوق ومن تحت. وزي ما انت شايفين انا كل شوية بقلب فيهم، بحركهم بحيث عن بعض كده، يعني بفضل احرك فيهم. زي ما انت شايفين بقى انا جبت حوالي معلقتين كبار توم مفروم، من اللي انا مخزناه من الفريزر، هتلاقوا الفيديو بتاعه تحت عندي على الصفحة. طبعا لو انت عندك توم بالتاني توم سليم بتروحي ماسكاه مقطعه برضو شرايح كده وبتفرديه بنفس النظام، بالطريقة اللي انا بفرد بيها التوم المطحون. بتعملي التاني نفس النظام، ما تحطيش عليه ولا اي مادة ولا اي حاجة، وبتروحي تحطهم في الفرن. احطهم برضو في الفرن لمدة 5 دقايق وارجع لكم تاني. خلاص كده بقى جاهزين معانا. هنبتدي بقى ان احنا نطحن الاول الثوم. زي ما انتم شايفين البصل هتقولوا عليه محروق، اقول لك لا مش محروق خالص ولا اي حاجه، هو ده الاصلي. العمايل البصل البودر والثوم البودر مش زي الحاجات اللي بتبقى صناعيه بره. كل اللي انت بتشتريه من عند العطار في حاجات بتبقى صناعيه وبعيد عنك بتجيب حاجات وحشه. فزي ما انتم شايفين كده انا خلاص ده التوم البودر، يبقى هو كده التوم البودر خلص معانا. وببتدي ان انا يعني في اي مصفى كده وبتروحي طحناه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، علشان خاطر اي كتل فيه بتروحي شايلاها. وطبعا نرجع تاني للي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو البصل. فطبعا البصل انا عندي الفرن عالي جدا، يعني مش عندي الفرن واطي، لا عالي. فانتي لو انتي ظبطتي الفرن بتخليه وسط من فوق ومن تحت وبتديله تقليبه هيديك اللون البني، مش هيديك اللون اللي هو البني المحروق ده، لا هيديك اللون البني اللون البني العادي. بتروحي بعد كده بتروحي مطلعاه بتسيبيه لحد ما يبرد، وبعد كده بتروحي طحناه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. بصي
ريحته قسما بالله ريحة التوم والبصل ريحتهم حلوين قوي قوي قوي. وما اقولكيش حاجة موفرة ان انت تقدري تعملي بدل ما بتجيبيها من بره ب5 و10 جنيه، لا هما معاكي ببصلاية وشوية توم خلاص عملتيهم. وبكده خلاص بقى جاهزين معانا زي ما انتوا شايفين، مفيش ولا حاجة معجنة ولا اي حاجة ولا معجنات ولا اي حاجة خالص. كل حاجة معانا مفرومة وحاجة كده زي العسل ومن البيت. اهم حاجة متنسوش اللايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليق، واهم حاجة ما تنسوش المتابعة وتشوفوا الفيديو من اول لحد الاخر، ويبقى كده الفيديو خلص معانا. وما تنسوش، ومع السلامة.